بمعلقتين كاكاو وكوبايتين ميه هنعمل حاجه سهله وبسيطه هترطب علينا من حر الصيف، والاطفال كلهم بيحبوها وبيعشقوها. يلا بينا، هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعه للصفحه، وندخل في الوصفه بتاعتنا. معايا هنا كوبايتين من الميه، ضفت عليهم 8 معالق من السكر. 8 معالق دول من بتوع الاكل يا جماعه. هدوب كل السكر كده في قلب الميه مع بعضه لحد ما يبقى القوام كله متماسك ممتزج مع بعض. تمام. هضيف كمان 3 معالق من الكاكاو الخام بدون سكر، مش محلى خالص يا جماعه، وهدوبهم برضو في قلب الميه والسكر اللي احنا دوبناهم في البدايه. تمام كده، تمام كده زي الفل. هنيجي هنا بقى للخطوه دي، هنرفعهم على النار لحد الغليان. اول لما نلاقيه خلاص بدأ يغلي كده، هضيف عليهم كيسين نسكافيه سريع الذوبان، وده اختياري، مش عايزه تضيفيهم خلاص، بس ده لتعزيز الطعم. ممكن تستبدليهم بكيس كابتشينو اللي هو بطعم البندق، او زي ما تحبي برضو تستغنى عن الخطوة دي خالص. تمام. خلاص بدأ بقى ان هو هيغلي هنا، هسيبه على النار، وهبدأ بقى ان انا اجهز كوباية لبن كده، واحط عليها 3 معالق من النشا، وهدوبهم كلهم مع بعضهم كده لحد ما الاقي القوام كله امتزج مع بعضه وبقى خليط واحد. تمام كده زي الفل. هاجي هنا بقى على الخليط اللي احنا جهزناه، وهبدأ ان انا اصبه كده النشا باللبن على الخليط اللي احنا جهزناه، وابدأ بالتقليب المستمر، مش هشيل ايدي منه خالص. تمام. عشان بس ما يتكتلش معايا ويكلكع معايا. في المرحلة دي خلاص بقى بدأ يبقى سميك كده شوية. قوامه تقل اهو زي ما انتم شايفينه، بيطلع بخار وبدأ يبقبق كده معايا. هطفي عليه النار وهسيبه لما يبرد تماما في قلب الطاسة اللي هو فيها، وكل شوية هنقلبه عشان مش عايزاه يعمل قشرة على الوش. اول لما خلاص اتأكد ان هو برد، مش ما هوش متجامد مع بعضه او متماسك او سخن، هبدأ بقى ان انا احطهم كده في شفشق الخلاط زي ما احنا شايفين، وهضيف عليهم كوباية من الكريم شانتيه الخام. مهم جدا ان الكريم شانتيه يكون خام عشان احنا ضايفين سكر في البداية. لو هو مسكر عندك فممكن تقللي السكر في البداية. خلطتهم هنا لحد ما دابوا كل الخليط مع بعضه، وبدأت ان انا احطهم في علبة تلاجة، وصفيت كل الخليط معايا كده في قلب علبة التلاجة، وغطيتهم وحطيتهم في الفريزر اقل حاجة 6 ساعات. انا بالنسبة لي حطيتهم حوالي 12 ساعة، فكان متجمد معايا. وطبعا كان معايا هنا الايس كريم بتاعي جاهز بالشوكولاته، حاجه كده سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. العلبه دي لو هتشتريها من بره يا جماعه هنشتريها بمبلغ وقدره. جربوها في البيت. احنا طبعا عاملين الايس كريم عندي على الصفحه بكل انواعه، بالجيلي وبالكاساتا وبالافوكاتو وبالتمر، وكله بالمانجا وبالفراوله. كل انواع الايس كريم عاملاها عندي على الصفحه، لو حابين ترجعوا لها ممكن احط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف او في التعليقات. تمام. هنا بدأت ان انا اطلعه زي ما انتم شايفين اهوت كده بالبولة بتاعة الايس كريم، وبدأت ان انا احط عليه شوكولاتة بيضة عشان برضو تعزز الطعم كده او نكسر اللون. عايزة اقول لكم طعمه تحفة تحفة تحفة، جربوه ان شاء الله هيعجبكم وفرحوا ولادكم بيه. ومستنية تعليقاتكم وكومنتاتكم، ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوا الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميلة، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. واسيبكم في رعاية الله وامنه. كانت معاكم ايمان، مع السلامة.